حبايب تيتا ميمي. الفنان حلمي بكر توفى بعد صراع مع المرض وعنده 86 سنة. ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته. الموسيقار حلمي بكر له تاريخ كبير جدا، وهو عملاق من عمالقة الفن والطرب الجميل. وتوفى وسط عيلته في الشرقية، وأول بدايته الفنية لما قابل وردة في حفل للقوات المسلحة وسمعها لحن من ألحانه، وعجبت به جدا وقدمته لمدير الإذاعة المصرية. وبعدها عمل حوالي 1500 لحن وأغنية، ولحن لأكبر المطربين في مصر والوطن العربي زي ليلى مراد ووردة وسميرة سعيد ونجاة الصغيرة. وعمل كمان لعلي الحجار وأصالة ومدحت صالح ومحمد الحلو ومحمد رشدي وعزيزة جلال. وعمل حوالي 120 فيلم سينمائي و48 مسرحية. وعمل ألحان للأفلام في البداية زي المليونير المزيف ومسرحية سيدتي الجميلة، والألحان في فيلم أنت اللي قتلت بابايا ورجل فقد عقله ولحياتي عذاب وتحياتي الأستاذ العزيز وربع دستة أشرار. وأغانيه الجميلة زي لحن عرباوي وما بحبش حد إلا انت ويا حبايب مصر. وما ننساش عمل أوبريت الحلم العربي الغنائي الجميل، وكان فيه فنانين من كل الوطن العربي. وما ننساش الفوازير وأم العريف والخطبة وعروسة النني وحول العالم نشرهان وفطوطة وألف ليلة وليلة. وكان بيرقص لجنة استماع نقابة الموسيقيين لمدة 40 سنة، وكان ضد أغاني المهرجانات ودافع عن الأغنية الحلوة الأصيلة. من فضلكم حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل نصايح وحكاوي تيتا ميمي الجديدة. والفنان الكبير حلمي بكر واحد من أشهر نجوم الفن اللي اشتهروا بكثرة زينتهم، وكانوا ناس بتلقبهم بأنه شهريار الفن علشان هو اتجوز 15 مرة. وعمل له فيلم تسجيلي بعنوان حلمي بكر شهريار الفن، وكان أول زيجاته من الفنانة سهير رمزي. واتجوز أخت الفنانة شكور وخلف ابنه هشام، وانفصلوا. وتربى هشام في المهندسين وبعدين سافر أمريكا، وهو دلوقتي عنده 43 سنة. واتجوز ابنة خالة الفنانة أصالة اسمها رندا، وبعد فترة برضه انفصلوا. واتجوز الفنانة التونسية عالية وانفصلوا. واتجوز صحفيات وطالبات. وآخر زيجاته اتجوز من سماح القرشي، وكانت أصغر منه ب30 سنة، وفضل متجوزها 10 شهور وخلف بنت اسمها ريهام. وانفصل عنها لمدة 4 سنين وردها لعصمته تاني عشان خاطر بنته ريهام اللي بيحبها خالص ومتمسك بيها وتحمل حاجات كتيرة علشانها. واليومين اللي فاتوا دول قبل وفاته الكلام كان كتير عن الفنان حلمي بكر وعن مشاكله الأسرية بعد لما ابنه طلع في برنامج مع لميس الحديدي وقال إن مراته خدته من شقته اللي في المهندسين وخدته في شقة في الشرقية في الأرياف. ما تلقش بالفنان الكبير حلمي بكر أبدا، ومحدش عارف يوصله، واخدين منه التليفون واتهموها بخطفه وتعذيبه. وزوجته سماحة القرشي ردت وقالت مفيش ست بتخطف جوزها، والتلات شهور الأخيرة كان تعبان خالص وكان بيعتذر وعملت له البيت مستشفى. والفنان حلمي بكر في شهر يناير اتعرض لأزمة صحية وراح العناية المركزة، وكان عنده الله يرحمه احتباس المية في الجسم وعمل مشكلة في الكلى وارتفاع مستوى السكر في الجسم، وكمان كان في مشاكل في القلب. وتحسنت حالته وخرج من المستشفى بعد 24 يوم. وبعدها تعرض الموسيقار الكبير حلمي بكر للسرقة، واتهم مدير أعماله بسرقته وقال أخد مني 2,280,000 جنيه لما كنت مريض. واكتشف بعد كده إن مدير أعماله حط المبلغ كله في حسابه الخاص بيه في البنك،
وبعدين اتدهورت حالته الصحية بعدها وعملت له مشاكل كبيرة في القلب. وزوجته سماح القرشي دخلته مستشفى في كفر صقر في الشرقية، وما كانتش الزيارة ممنوعة، وكان كل واحد بيروح يصور وهو في أنفاسه الأخيرة. وتوفى الفنان الكبير العظيم الملحن حلمي بكر الساعة 6 في مستشفى كفر صقر في الشرقية، وكان رايح المستشفى الساعة 10 الصبح، عنده جفاف شديد وأنيميا والتهابات في البروستاتا، وكانت وظائف الكلى عالية، وفي الآخر توقفت عضلة القلب الله يرحمه. وانفعل الفنان مصطفى كامل بعد وفاة الفنان حلمي بكر، وكان طلع في فيديو بيقول أهو مات ومحدش وقف جنبه، وكان الله يرحمه بمثابة أبوه الروحي، وإن النقابة استعدت لعلاجه بالكامل لكن بشرط موافقة أسرته. بس رحل الفنان حلمي بكر عن عالمنا وساب وراه كل المشاكل. وأخو الفنان حلمي بكر الأستاذ فتحي بكر بيقول إن مستشفى كفر صقر ما فيهاش تلاجة، وزوجته أخدت تصريح الدفن وشهادة الوفاة ومش راضية تديهاله، وفي مشاكل لا حول ولا قوة إلا بالله بعد وفاة الفنان حلمي بكر. ونصيحتي ليكم حبايبي إن إحنا ندعيله بالرحمة، وإن ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له. ويا حبايبي التانية من فاتة ومش دايما حب، وياريت نسهلها على بعض ونسامح ونغفر لبعضنا.